السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم كيف ما كتشوفوا فيديو جديد على قناتي. غادي نشارك معكم كيك بالفواكه الجافة، كيجي غني وكيجي رائع في الشكل ديالو كيف ما كتشوفوا. فكنتمنى الى عجبكم الفيديو ديالي تدعموني باللايك وبالاشتراك في القناة وتبارطاجيو لي فيديو مع الاهل والمعارف ديالكم. فندوزو ان شاء الله المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. كناخذ واحد الاناء غادي نضيفو فيه 4 ديال البيضات من درجة حرارة المطبخ، ضروري كنجبدوهم قبل من الثلاجة. صافي كيف ما كتشوفوا غادي ناخذ الخلاط الكهربائي وغادي نطلعوهم مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديالهم، وبطبيعة الحال واحد القبيصة ديال الملحة. صافي كيف ما شفتوا غادي نبقى نخدم فيهم حتى يبيض اللون ديالو، غادي يضاعف ان شاء الله الحجم ديالو. وعاد ندوزو ان شاء الله باش نضيفوا السكر سنيده. صافي كيف ما شفتوا غادي نضيف السكر سنيده كاس. نتوما على حسب بغيتو يكون قليل في الحلاوه تقدروا ديروا كاس لاروب. صافي كيف ما شفتوا غادي نبقى نخلط فيه مزيان مزيان حتى كيف ما قلت لكم كيتضاعف الحجم ديالو. وهذا هو السر من اسرار نجاح الكيك. كنخدموا البيض مزيان وكيكون البيض ما يكونش في الثلاجه. صافي كيف ما شفتوا ها هو الشكل ديالو على هذا الشكل. كما شفتوا الخليط بياض لينا وضاعف الحجم ديالو. غادي نضيف واحد الكاس ديال الزيت مع مرش. كنبقاو نضيفو شويه بشويه وحنا كنخدموا في البيض. انا هاد الكيكه البنات راه هو المعتمد عندي، دائما كنديرو، كيعجبني بزاف بزاف. وكل مره باش كندير، مره كنديرو بالحليب، مره كنديرو بالماء، كل مره وكيفاش كنديرو كيجي حتى الشكل ديالو كيجي زوين بزاف. بالنسبه للوليدات هكذا الفواكه الجافه مزيانه للوليدات الصغار. عندي واحد الكاس ديال الياغورت بنكهه الموز، ضروري كنديروا نكهه الموز كتجي البنه ديالها زوينه في الكيك. وغادي نخدمو مزيان. وهذاك الكاس ديال الياغورت غادي نعمروه بالماء، يعني كاس ديال الياغورت وكاس ديال الماء. وصدقوني البنات راه غادي تجي كيف ما شفتوا الكيكه راه جات هائله. يعني ما تستغربوش تقولوا المره ما غاديش تطلع، راه بالعكس الكيكه كتجي طالعه كتجي زوينه بالماء. صافي غادي ناخذ واحد 4 معالق ديال النكهه ديال الفاني. نتوما باش ما بغيتو تنسمو تقدروا تنسبوا زهره البرتقال اولا بالفاني ساشي اولا بالحامض. صافي غادي نضيف 3 الكيسان ديال الدقيق الفورس الممتاز اللي ضروري خصنا نغربلوه. بطبيعه الحال الكيسان ديال العنبه الكاس المعلوم. صافي كيف ما شفتوا غادي نضيف الثالث. وغادي نحاول نغربلو كيف ما شفتوا. وغادي نضيف 3 ديال لي ساشي ديال الخميره الكيميائيه من وزن 7 غرام اولا 8 غرام، ضروري حتى هما غادي نغربلهم. صافي غادي نخلط بالفوي، نكمل بالفوي وكنبقى هكذا نخدم حتى كينسجم لي الخليط ديالي. وغادي نضيف نص كاس ديال الفورس. ضروري هاد الكيك يكون شويه ثقيل حيت غادي نضيفوا ليه الفواكه، هذا الشوفان والزبيب ولي بيبي د شوكولا باش ما يهبطوش لينا لتحت كيبقاو الفوق. ضروري كنخليو شويه شويه عاقد. وراه بطبيعه الحال هذوك الخمارات غادي ينفخوه لينا وغادي يجي مزيان.
صافي كيف ما شفتوا انا درت نص كاس ديال الفورص. صافي هذا هو القوام ديال الكيك كيف ما كتشوفوا. وغادي ندوز باش صافي على هذا الشكل. هذا هو القوام ديال الكيك. غادي ناخذ دابا الفواكه الجافه كيف ما شفتوا. عندي فواكه المعسله، عندي اللوز ايفيلي، عندي الزبيب، عندي لي بيبي شوكولا وشويه ديال الشوفان. تقريبا جوج معالق من الحاجه. ضروري كنضيف لها شويه ديال الطحين وكنحاولوا نلبسوه مزيان بالطحين باش ما كتهبطش لينا لتحت. كنلبسوهم مزيان مزيان. انا هاد البنات هاد الكيكه درتها في العيد وبقى عندي الفيديو ما مونطيتوش. يعني كتجي زوينه هكذا في المناسبات او اللي يجي عندك شي ضيف عزيز يجي الشكل ديالها زوين. صافي كيف ما شفتوا حاولت نلبس الفواكه كامله وكنحاول ندير تقريبا ثلث وكنخلي الثلثين كنضيفو في الكيك ديالي وكنخلطو لداخل فيها. والشي الاخر غادي نخليه حتى كندردرو من الفوق. صافي كيف ما شفتوا حاولت حيت الفوي درت السباتول. صافي على هذا الشكل. وفي هذا الاثناء راه شعلت الفرن ديالي ودهنت المول بشويه ديال الزبده ودرت ليه شويه ديال الطحين، غبرته بشويه ديال الطحين. صافي كيف ما شفتوا هذا هو القوام ديال الكيكه ديالي. غادي نديرها هكذا في المول على هذا الشكل. وغادي ندوز باش نزينها بالفواكه على هذا الشكل. كنحاول نغطي الوجه كامل ديال الكيكه كامله كنغطيه. نتوما بغيتو ديروا شويه الكركاع يعني اي حاجه بغيتو ديروها فوقها ديروها فوقها. صافي كيف ما شفتوا غادي ها هي هذه على هذا الشكل. دابا غادي ندخلها للفران من طبيعه الحال حتى كطيب من الفوق ومن التحت. صافي هذا هو الشكل ديالها. انا سمحوا لي البنات على التصوير كنت درتها في الليل. صافي كيف ما شفتوا دابا غادي نديرها في طبق التقديم باش نزينها. شوفوا البنات كيفاش جات، راه جات بحال البونج، جات خفيفه بزاف. صافي غادي دابا نديرها في طبق التقديم وغادي ندير عليها خطوط ديال الكراميل على هذا الشكل. صافي وهذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى تعجبكم. غادي ندوز ان شاء الله باش نقطعها معكم. كيجي الشكل ديالها زوين بزاف ومع دوك الفواكه الجافه كتجي الشكل ديالها راقي. فكنتمنى تجربوها لان كتجي لذيذه بزاف وتردوا عليا الخبار. غادي ندوز ان شاء الله باش نقطعها معكم. صافي كيف ما شفتوا هذا هو الشكل النهائي ديالها. كتجي مقطنه من الداخل وكتجي خفيفه. فكنتمنى تعجبكم وتنال استحسانكم وبصحتكم وراحتكم. والى فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعايه الله والى الملتقى ان شاء الله. مع السلامه.